عمة وجلابية ونبوت. ده الشكل اللي رسمته الأفلام عن شخصية الفتوة. بس يا ترى شغلانة الفتوانة دي ظهرت إمتى وليه؟ وإيه اللي حصل عشان تنتهي؟ أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. مع نهاية عصر المماليك في مصر، يعني بين آخر القرن ال15 وأول القرن ال16، كانت مصر بتعيش أسوأ أيامها من جميع النواحي، وبالأخص من الناحية الأمنية. وانتشرت الحرامية في البلد لدرجة إن دواوين المماليك كانت بتتسرق. وطبعا اللي يخلي إن الدواوين تتسرق فكانت المحلات والبيوت كلها بتتسرق، لحد ما ابتدى أهل كل منطقة يدافعوا عن نفسهم، وده عن طريق إنهم يشكلوا مجموعات من الناس عشان يحموا بيهم كل منطقة، يعني زي اللجان الشعبية كده اللي كنا بنعملها في 2011. بس الفرق إنهم كانوا بيختاروا قائد لكل مجموعة من المجموعات دي، وما كانوش بيختاروا أي حد كده والسلام. ده لازم يكون ليه هيبة وكلمته مسموعة وكمان قوي البنيان. وبقى الأهالي يسموا القادة دول باسم الفتوة، وهي كلمة مشتقة من كلمة الفتي، بمعنى الشخص اللي ليه هيبة وجسمه قوي. ومن وقتها وانتشر موضوع الفتوانة في القاهرة واسكندرية، وبقى الكل حي فيهم الفتوة بتاعه. وكان الفتوات مسؤولين إنهم يجيبوا حق الناس الغلابة ويدافعوا عنهم، لحد ما حصلت معركة إمبابة، ودي كانت بين المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر في الوقت ده وبين الحملة الفرنسية. وكان للفتوات دور كبير جدا فيها، وخلصوا على عدد كبير جدا من العساكر الفرنسويين وكمان 2 من قادتهم. وكان الفتوات حاطين خطة ومنظمين نفسهم هم ورجالتهم، لدرجة إن الجيش الفرنساوي افتكرهم إنهم فرقة مدربة على إيد المماليك. بس للأسف اتهزمت المماليك ودخلت فرنسا مصر. بس دور الفتوات ضد الاحتلال الفرنساوي موقفش لحد هنا، لأنهم شاركوا في حماية المتظاهرين المصريين في ثورة القاهرة الأولى اللي كانت في سنة 1798 ضد الاحتلال الفرنسي، وكمان في ثورة القاهرة الثانية سنة 1800. وقدروا في الثورتين يخلصوا على عدد كبير من قوات الاحتلال الفرنساوي وقتها. وبعد الثورتين دول عليت مكانة الفتوات أكتر، وبقى يتعامل الفتوة في الشارع المصري كأنه بطل شعبي. بس للأسف زي ما بيقولوا الحلو ما يكملش، لأن زي ما كان متعارف إن الفتوة بياخد حق الغلابة وبيساعدهم، ظهر شوية مجرمين على الساحة استغلوا موضوع الفتوانة في السرقة والتخليص على الناس والتجارة في المخدرات، ومحدش للأسف كان قادر عليهم. ما هم فتوات بقى. ومش كده وبس، ده كان في منهم اللي شغالين مع قيادات الجيش الفرنساوي، زي فتوة اسمه محمود الحكيم، وده كان فتوة حي الكحكيين اللي هي منطقة الضرب الأحمر دلوقتي. وبقى فتوة على الحي ده بعد ما خلص على عبد الغني اللي كان فتوة الحي من قبله، بعد ما تلكك له عشان يتخانق معاه ويدخلوا في مبارزة تخلص عليه. ومحمود كان واصل قوي مع الفرنسويين، لدرجة انه لما اتقبض عليه بعد ما خلص على عبد الغني الفتوة اللي قبله، قدر انه يخرج بعدها ب3 أيام بس، وكان كمان بأمر القنصلية الفرنسية وقتها. بس مأمور اسم الضرب الأحمر كان حاطط محمود في دماغه، وفي يوم نزل حملة على المحل بتاعه، ولما فتشوا لقى أكياس مخدرات وقبض على محمود متلبس. وبالرغم من كده برضه اتدخلت له القنصلية الفرنسية وأفرجت عنه عشان يشتهر ويستقوى أكتر وأكتر، قبل ما تجيله الضربة القاضية اللي هتمسح اسمه من الفتوانة للأبد. لأن في يوم كان في فرح في الكحكيين لجماعة صعايدة من قنا، وكان بيحميه كالعادة محمود الحكيم باعتباره فتوة المنطقة وده من مهامه. المهم تحصل خناقة كبيرة بين عبد الحكيم أخو محمود الحكيم وبين العريس اللي هرى عبد الحكيم ضرب. يسكت بقى محمود الحكيم؟ لا طبعا. تحصل معركة كبيرة اتسمت في القاهرة باسم معركة الكحكيين، وكانت بين أهل العريس الصعايدة ومحمود الحكيم ورجالته. واستمرت الخناقة دي أكتر من 10 أيام، وولع فيها الحي على الآخر، وخلص فيها محمود على 7 أفراد لوحده. والمرة دي القنصلية الفرنسية ما عرفتش تعمل له حاجة، واتقبض عليه واتنفى بره مصر عشان ينسى حي الكحكيين والفتوانة خالص. وفي سنة 1882 دخل الإنجليز مصر، وكانوا عارفين إن الفتوات
قرفوا الحملة الفرنسية على الآخر. عشان كده عملوا دراسة على كل الفتوات في كل الأحياء، وقدروا يشتروا ويسيطروا على شوية منهم سيئين السمعة مقابل الجنسية الإنجليزية وشوية فلوس زغللت عينيهم على الآخر. وده عشان يكونوا عصايتهم اللي بيحكموا بيها الشعب، لأن في العصر ده ما كانش فيه حي من أحياء القاهرة إلا وفيه فتوة، زي حي الحسينية اللي كان مشهور بالفتوات لدرجة إنه تسمى حي الفتوات. وفضل الحال زي ما هو لحد سنة 1936 لما وصل للشرطة بلاغ عن واحدة لقوها حد مخلص عليها في رمسيس. وبعد التحقيقات اكتشفت الشرطة إن الست دي اسمها امتثال فوزي، ودي كانت رقاصة عندها كباريه في وسط البلد اسمه كازينو البسفور. ووقتها الصحافة كلها اتقلبت وكتبت عن الحادثة دي لحد ما وصل الخبر للنحاس باشا رئيس الوزراء وقتها، واللي اهتم بالخبر ده جدا وكلف 2 من الضباط انهم يبلغوه مستجدات الموضوع اول باول. وفي يوم 13 ديسمبر من نفس السنة، سنة 1936، وصلت الشرطة للي خلص على امتثال فوزي الرقاصة المشهورة، واللي كان اسمه كمال الحريري، واللي كان من رجالة فؤاد الشامي اللي كان فتوة عماد الدين في وسط البلد. واعترف كمال الحريري انه خلص على امتثال بأمر من الشامي، وده لانها خلته نكتة بين الفتوات التانية بعد ما رفضت امتثال انها تديله الاتاوة بتاعته اللي كان بياخدها مقابل حمايتها هي ومكانها، واللي كمان زودها وخلاها 50 جنيه بعد ما زادت شهرتها هي والكازينو بتاعها. مش كده وبس، دي كمان امتثال شجعت الرقاصات التانية انهم يعملوا زيها وما يدوش للشامي ولا مليم، وده اللي خلاه يشيط ويكلف كمال الحريري انه يستناها ورا مسرح البسفور ومعاه نص ازازة مكسورة، واول ما يلمحها يخلص عليها على طول، عشان مع نهاية امتثال تخلص حكاية الفتوة والفتونة بعد ما يقرر النحاس باشا منعها من مصر وللأبد.